السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مع وصفات نور هديل. الوصفة تاعنا اليوم راح تكون باذنجان مقلي بطريقة هايلة، مع شحير في الزيت ويجي بنين وطري من الداخل. تفضلوا معايا نشوفوا طريقة التحضير. ناخذ 2 حبات باذنجان، نتوما خذوا الكمية اللي تحبوا. نحيلهم هذيك القشرة الفوقانية، نقشرهم كامل بهذه الطريقة، ونبدأ نقطعهم شرائح يعني دوائر. حاولوا انهم يكونوا رقاق، ما يكونوش خشن بزاف من الافضل. من بعد نحطهم في الريسيبيون وندير لهم شويه ملح، نملحهم، نحاول اني نوزعهم هكذا باش يقيسهم كامل الملح. في صحن نكسر 2 حبات بيض. ايضا عندي علبة ياغورت طبيعي ناتور، نخلط البيض مع الياغورت حتى وين يتجانسوا مليح. ايضا نزيد نحط ملعقة صغيرة ولا نص ملعقة عفوا صغيرة تاع ملح، ايضا نص كاس فرينة. نخلط المكونات بالفوي، يعني رايحة احصل على خليط يكون نوعا ما ثقيل. هكذا يكون القوام تاعو. نجيب الباذنجان ونغلفه بهذه الخلطة. انا كنت حطيت الزيت في المقلاة على نار متوسطة، مباشرة للمقلاة. نبدأ نقلي في القطع تاع الباذنجان. كما قلت لكم الزيت لازم تكون على نار متوسطة ولا أقل قليل من المتوسطة، هكذا باش يطيبوا بعقلهم، يعني الباذنجان يطيب من الداخل ما تسربوش في الطياب. هاد الوصفة يعني الباذنجان راح تلاحظوا بلي ما يرفدش بزاف الزيت كي تقليوه ويجو بنان. بعد ما طابوا نقلبهم على الجهة الثانية. وصفة سهلة ومناسبة يعني في الصيف، تحبوا مثل هاد الوجبات. بعد ما طابوا نحيهم، ونكمل كامل القطع تاع باذنجان اللي قعدوا لي وتشوفوهم جاهزين. الباذنجان راهو حاضر معنا في طبق التقديم، جا طري وما يرفدش الزيت والبنة هايلة. بهذه الطريقة راح تستمتعوا بالذوق تاع الباذنجان. في النهاية نقول لكم إلى اللقاء مع وصفة جديدة وفيديو آخر، في أمان الله وحفظه.